كان يا مكان يا أصحاب يا حلوين. كان في ولد جميل وشاطر اسمه حسين. كان عايش مع باباه ومامته وجده اللي كان بيحبه جدا، وبيجيب له لعب وحاجات جميلة كتير قوي. بس جده لاحظ إن تصرفات حسين في الفترة الأخيرة مش كويسة زي الأول، وإن الولد بدأ يعمل حاجات مش صح. عارفين كان بيعمل إيه؟ حسين بقى بيتكلم مع باباه ومامته بصوت عالي، ومش بيسمع كلامهم خالص، وعلى طول يزعق ويزعق. وطبعا تصرفات حسين دي تصرفات مش صح. فضل جده ساكت وبيراقب حسين من غير ما يتكلم معاه، لحد ما في مرة كانت مامته بتكلم صاحبتها في التليفون. قرب منها حسين وزعق لها بصوت عالي وقال لها: انتي مش بتسمعي؟ انا عمال اكلمك وانتي مش بتردي عليا، انتي مش بتسيب الموبايل من ايدك. مامته زعلت منه وعاقبته، وحسين اتضايق جدا علشان مش فاهم هو بيتعاقب ليه. جده شاف الموقف وزعل جدا من طريقة حسين في الكلام مع مامته. زعل جدا لأنها مش كويسة، لكن مرضاش ياخد موقف مع حسين وقتها. لحد ما في مرة تانية مامته طلبت منه انه يساعدها في المطبخ، فرفض وقال لها: انت مش شايفاني بتفرج على التلفزيون يا ماما؟ انا مش فاضي اعمل حاجة معاكي. ومش بس كده، في مرة باباه رجع من الشغل تعبان، وأول ما قعد على الكرسي حسين جرى عليه وقعد يتنطط على الكرسي بشكل مزعج قوي، وهو مش عامل أي احترام لباباه. وباباه زعل منه لأنه طلب منه يبطل شقاوة، لكن حسين فضل يتنطط وأكنه مش سامع كلام باباه. فتعاقب تاني ودخل أوضته متضايق جدا لأنه برضه مش عارف هو تعاقب ليه. فضل الجد متابع حسين وهو زعلان منه جدا، لأنه كان بيتمنى يشوف حسين ولد محترم والناس كلها تحبه. لحد ما قرر إنه يتكلم معاه ويعرفه إن كده عيب. وفعلا جده طلب يقعد يتكلم معاه في الأوضة لوحدهم، وقال له: بص يا حبيبي، أنا عاوز أتكلم معاك في موضوع مهم. حسين رد: نعم يا جدو. أنا شايف إنك اليومين دول بتتصرف بطريقة مش كويسة مع ماما وبابا، وده غلط لأنك ولد متربي ومحترم. ليه يا جدو بتقول كده؟ هو أنا عملت لهم إيه؟ أنا بتصرف زي ما بسمع من صحابي أو بشوف في الكرتون. جدو بصله وقال له: مش أي حاجة نشوفها أو نسمعها نقلدها، لازم نفكر الأول في الحاجات اللي بنشوفها وبنسمعها، لأن ربنا وهبنا نعمة العقل علشان نفكر ونقرر ونسأل إيه الصح وإيه الغلط. وكمان في حاجة مهمة اسمها آداب بر الوالدين، وربنا هيحاسبنا عليها. واللي بيعامل باباه ومامته كويس بيدخل الجنة. والآداب دي منها إننا نسمع كلامهم ونقول لهم حاضر، ونتكلم معاهم بهدوء واحترام، مش نعترض على كلامهم ونقول لهم أف أو يو بقى. وما ينفعش كمان نرفع صوتنا عليهم، ولازم نصبر لحد ما يخلصوا كلامهم وبعدين نبدأ نقول كلامنا. أهم حاجة نسأل ونستفسر عن كل حاجة احنا مش فاهمينها. اوعى تستسهل او تكون نسخة من حد. زي ما اصحابك بيفكروا ويتصرفوا، انت كمان لازم تستثمر عقلك وتفكر قبل ما تتصرف. وانا عارف انك ولد شاطر وهتقدر تعمل ده. اتفقنا. توعدني انك هتفكر في اي حاجة قبل ما تعملها بعد كده يا حسين؟ اوعدك يا جدو. جدو قال لحسين معلومة مهمة أوي: انت ربنا ميزك بالعقل. عقل عقل تفكر وتختار وتقرر وتكون شخصيتك بيه. ما تسمعش كلام وتنفذه، لا، اسمعه وفكر فيه الأول. لأن زي ما حسين عنده عقل، كلنا عندنا عقل، لازم نستغله صح وفي الصح.